الكاميرا الجديدة من سوني فيها حاجات كتير جدا مش مفهومة. Partially stacked. Partially stacked. Partially stacked. Partially stacked sensor. 30 frames per second. No blackout. No blackout. Rolling shutter. Rolling shutter. ريفيوهات كتير جدا عن الكاميرا الجديدة بتاعت سوني اللي هي A7 مارك 5 وكله بيقول لك المميزات بتاعتها، وفي حاجات من المميزات دي انت ممكن ما تكونش فهمتها زي البارشل ستاك سنسور والرولينج شاتر، ال 7K اوفر سامبلز، ال 4K، وال 30 فريم بير سكند بلاك اوت فري. وانا جاي اشرح لك الحاجات دي ايه هي وبتعمل ايه عشان تقدر تبقى فاهم هل تستاهل تابجريد للكاميرا دي ولا لا. فسبسكرايب ويلا نشرح. اول حاجه هي البارشل ستاك سنسور، وفي العادي يا صديقي السنسور بيكون نوعين، نوع عادي ونوع ستاجد. النوع العادي ده بيكون عباره عن لاير واحد، اللاير ده بيكون موجود عليه البيكسلز اللي بتتكون عليها بيانات الصوره والدوائر الكهربيه اللي بتعالج البيانات دي، ووجود الحاجتين دول على نفس اللاير ده بيخلي سرعه قرايه البيانات ابطا، بيخلي فيه رولينج شاتر هنشرحه بعد دي، وبيخلي الفوكس ابطا. والنوع الثاني هو السنسور الستاجد، وده بيكون عباره عن طبقتين منفصلتين تماما عن بعض، طبقه للبيكسلز وطبقه للدوائر الكهربيه عشان معالجه البيانات. فده بيخلي سرعه قرايه البيانات اسرع، يديك دايناميك رينج احسن، يقلل من الرولينج شاتر، ويديك فوكس ادق. وده نفس نوع السنسور اللي موجود في كاميرات زي ال A1 وال FX3. ال A7 V جاي بقى بنوع في النص اللي هو بارشل ستاكد سنسور، يعني لا هو ستاكد قوي ولا هو نورمال، فده بيديك اداء عالي وسرعه عاليه جدا في الكاميرا، وفي نفس الوقت ما بتدفعش نفس السعر الغالي جدا اللي في الكاميرات الكبيره. تاني حاجه وهي الرولينج شاتر، والرولينج شاتر ده يا صديقي بيبان معاك لما تكون بتصور بالكاميرا وانت بتحركها بسرعه، لان البيانات على السنسور بتتسجل من فوق لتحت، فانت لما بتحرك بسرعه بتلاقي ان اول الفريم من فوق ابتدى يتحرك وبعد كده ابتدى يحصله باقي الفريم من تحت بالتدريج. ففي ال A7 مارك 5 المشكله دي اتحلت بسبب البارشل ستاك سنسور، لان سرعه القرايه بقت اعلى، يعني دلوقتي هتقدر تاخد شوتات فيها بان او حركه كاميرا تكون احسن، وفي نفس الوقت لقطات رياضيه سريعه من غير ما يحصل التشوه اللي كان بيحصل بسبب الرولينج شوتر. ثالث نقطه وهي ال 7K اوفر سامبلد ال 4K، والكاميرا هنا ببساطه بتصور 7K بس بتضغط لك الملف وتطلعه لك 4K، وده ما بيكونش مجرد رقم، لان ده بيديك في الاخر شاربنس اعلى، نويز اقل، تفاصيل اوضح، وشكل سينمائي اكتر. وفي المونتاج لو حبيت تعمل كروب في الفيديو اللي انت صورته مش هتحس انك خسرت كواليتي قوي. واخر حاجه معانا هي ال 30 FPS بلاك اوت فري. في العادي وانت بتصور لقطات سريعه جدا وانت باصص في الفيو فايندر بتحس ان الكاميرا وقفت وجابت لك شاشه بلاك وبعد كده رجعت كملت تاني، هو ده اللي هم بيقولوا عليه بلاك اوت، ان تحس ان الكاميرا بتعمل لود او بتحمل، وده بيخليك ما تشوفش اللحظه بلحظتها في الحقيقه، فممكن يضيع عليك لقطات معينه. فالكاميرا هنا بتديك ان انت تصور 30 فريم في الثانيه من غير اي بلاك اوت، يعني بتشوف كل حاجه لايف ومن غير ما تفقد ولا لحظه، وده بيكون مهم قوي في تصوير الاكشن والرياضه، لان ممكن اللحظه الوحيده اللي يحصل فيها بلاك اوت تكون هي دي اللحظه اللي الفريم بتاعك يكون بيرفكت. الخلاصه بقى، هل الكاميرا دي تستاهل ان انت تعمل لها ابجريد ولا لا؟ في الحقيقه ده هيرجع للشغل بتاعك. الكاميرا هنا الشركه منزلاها بالتارجت بيها فئه معينه من المصورين اللي هم بيشتغلوا فوتو وفيديو مع بعض، وبيكون عايز اداء عالي جدا من الكاميرا في الناحيتين سواء في الصور او في الفيديو، وفي نفس الوقت ما يدفعش فلوس كتير قوي زي الكاميرات الغاليه جدا. فلو انت بتصور فوتو وفيديو مع بعض قول لنا هل الكاميرا هتستاهل ان انت تعمل لها ابجريد ولا لا؟ وفي النهايه السعر بتاع الكاميرا هو اللي هيحدد هل الامكانيات دي مع السعر بتاعها هتكون قيمه مقابل سعر، ولا السعر بتاعها هيبقى اوفر فما تستاهلش ان انت تعمل لها ابجريد. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب واكتب لي اي سؤال انت عايزه في الكومنتات، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.